السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض المحشي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. هنعمله بسهولة خالص يا جماعة، وكمان هقول لكم على طريقتين للسلق. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين اللف بتاعه سهل خالص يا جماعة. هوريكم انا بلفه ازاي بسرعة. طبعا انا مش مقطعاه صغير قوي زي ما انتوا شايفين كده، يعني الصابع معقول، ولا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي. يلا بينا بقى نشوف المحشي الجميل دوت عملناه ازاي. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. بصي بقى، اول حاجه لو انت ما بتعرفيش قوي في الكرنب، هتجيبي الكرنبايه اللي هي تكون مفروده ديت، وكمان تكون قلبها فاضي زي كده. طبعا لو انت ما بتعرفيش ان انت تتحكمي في السلق بتاعه كده، لازم تجيبيها ايه، يعني تكون خفيفه، ما تكونش تقيله، وكمان تكون مهويه كده، ما تكونش مكبوسه. بصوا بقى، دي طريقه احنا هنقطع بيها الورق كده وهنسلق بيها، برضه هوريكم السلق. وفي طريقة تاني هوريها لكم برضو احنا ازاي نعملها من غير ما نقطع الورق خالص، يعني يا دوبك هنقطعها كده ونديها تجويف في النص، او زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا هنعمل الحركة ديت من اول الكرنباية، انا هنا عملتها في اخرها، بس انتوا هتعملوها من اولها، بس عشان الكاميرا فصلت عندي ما جيت اعمل الخطوة ديت. ومش هتفردوها بقى، هسيبوها زي ما هي. هنسلق دلوقتي اللي انا قطعت دوت مع بعض، وبعد كده هوريها لكم في الحل. بصوا كده، انا جبت الميه على الخريطه لغايه لما غلت معايا، ودلوقتي حطيت لها ملح، وبعد كده حطيت بقى الكرنب بتاعي عشان اسويه. بصوا يا جماعه، بالنسبه للسوا انا مش هطولها خالص، يا دوبك احط ادبل واطلع على طول، يا دوبك بس يدبل وهطلع، مش هخليها تطول في الميه، علشان لو طولت في الميه هتتهري. طبعا لازم الكرنب زي ما انتم شايفين الايام دي بسم الله ما شاء الله صابح كده وجميل، فمش مستحمل خالص ان انا اطوله في الميه. بعد كده هشيله من الحله، هكون حاطه طبق فيه ميه في الحوض زي ما انتم شايفين كده، وطبعا مشغله عليه الحنفيه. برضو هشطفه وهطلعه في مصفى عشان يتصفى. ودلوقتي بقى دي الطريقه التانية اللي انا قلت لكم عليها. بصوا مخليها كرنبايه زي ما هي، دوبك شلت الورق الاخضر بس، وعملت لها تجويف كده من النص، من القلب بتاعها. ودلوقتي بقى بصوا حطيتها زي ما هي، بس حطيتها على قلبتها عند العروق عشان العروق تستوي. عندي ما خدت يا دوبك دقيقه او دقيقه ونص بالظبط، رحت قلبها على الناحيه التانية. اول ما اقلبها على الناحيه التانية طبعا عشان الورق ما يتهريش معايا، هبدا بقى ان انا اطلع ورقه ورقه زي ما انتم شايفين كده، وبرده اطلعها واشطفها بميه. بصوا بقى يا جماعه، انا عندي صلصه طلعتها من الفريزر، لان انا عملت الخلطه بتاعه المحشي دي قبل كده على القناه، فما حبيتش ان انا اعملها تاني واطول في وقت الفيديو زياده عن اللزوم. بصوا بقى يا جماعه، هجيب الورق بتاعي وهشيل الحته اللي هي في النص ديت بالسكينه بالشكل دوت، وهمسك بقى الورقه هفردها كويس وهمسكها كده، واحاول اقطعها على 3 او 4 زي ما انت حابه. لو انت مش حباه يكون كبير قوي، قطعيه على 3. لو انت حباه يعني متوسط، قطعيها على 4 زي ما انا حتى عاملاه كده، زي ما انا مقطعاه. حابه تقطعيه صغير، قطعيها على 5، يعني زي ما انت حابه. اللف ده بقى بتاعك انت، زي ما انت حابه يكون، يعني كوبري السبع قد ايه براحتك انت بقى. اهوت هنقطعه كده بنفس الطريقه دي كده، وكمان انا حطيته على صينيه اهوت. هقطع بقى انا الورق كله وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، بعد ما قطعت الورق بتاعي كله، دول كانوا كرنبتين يعني حجمهم وسط مش كبيره قوي. بصوا جاب الكميه ديت بسم الله ما شاء الله. والصلصه كمان معايا فك دهيت. عندي بقى الخضره بتاعتي يا جماعه، انا جايبه كميه خضره دي اكتر من اللي انا هحتاجها، بس انا بحب ازودها شويه، واللي يفيد مني احطه في الفريزر. هنحط بقى شويه كده، والباقي هعبيه في اكياس واحطه في الفريزر. بينفع يا جماعه لو اتزنقنا في اي وقت بنطلعه بيكون جاهز كده، او مثلا نسينا نجيب خضره، او ما فيش حد عندنا ينزل يجيب لنا خضره. دي بيبقى اسهل طريقه ان احنا نطلعه من الفريزر نشتغل بيه على طول. بصوا بقى، هنا حطيت الملح وكمان التوابل. عندي هنا شويه من الفلفل الاسود، شويه من الشطه، شويه من 7 بهارات بتوع الشوربه، وعندي هنا كمان شويه من الزيت. بصوا بقى، انا مرضتش اجيب طريقه الخلطه بتاعتي لان هي سهله خالص اهيت، وكمان عملتها قبل كده، فعشان كده مرضتش اصورها. هي يا دوبك بصل وطماطم. البصل اللي خليناه لغايه لما اصفرت وحطينا عليها الطماطم، وبعد كده خلينا لغايه لما اتسبكت بالشكل دوت، ورجعنا حطينا عليها الخضره والتوابل، وكمان حطينا ملح للبصله. فطبعا دلوقتي هنظبط الملح، وبعد كده حاطين الرز. هنقلب بقى الرز كده كويس قوي،
وطبعا كل ما زودنا الصلصه شويه للرز كل ما ادت طعم حلو قوي للمحشي. نحاول يا جماعه ما نخليش الرز بتاعنا يكون ابيض، لان لما يكون ابيض بيبقى ملوش اي طعم. لكن كل ما زودنا الصلصه شويه كل ما يعني طعمه بقى جميل جدا. الصلصه بتطعمه وكمان بتديله طعم حلو قوي. قلبناها بقى كده كويس لغايه ما اتاكدنا ان الرز ما فيهوش ميه خالص. طفينا بقى عليه. بصوا بقى يا جماعه لون الرز بتاعي دوت اللي انا بقول عليه. شايفين؟ يعني في المتوسط كده، ولا هو احمر قوي ولا هو ابيض، يعني دوت اللون المظبوط. شايفين؟ تعالوا بقى دلوقتي نلف الكرنب بتاعي. انا هلف حله كبيره، هي حله واحده اللي انا هلفها. حابه تعمليها على حلل صغيره عشان تحتفظي كل يوم، يعني اللي يا دوبك تساوي على قد الاكله براحتك. لا حابه تعملي زي كده وتسويه كله في حله واحده كبيره براحتك برضو. طبعا هو كل ما تلف في حلل صغيره بيكون احلى. بصوا بقى هنا انا عايزه اقول لكم اني خدت الورق اللي هو فيه عصب دوت اللي هو بيبقى جامد شويه ده احطه من تحت، وهخلي الورق اللي هو الخفيف شويه دوت من فوق. شايفين بقى يا جماعه؟ طبعا انا بقطع فيه، مخليه الورق اللي فيه عصب دوت لوحده، ومخليه الورق اللي هو الخفيف خالص ده لوحده. ليه؟ لان الورق دوت ممكن يتفتح معايا لو حطيته اول صف من فوق. لا دوت هخليه كده من تحت او في النص. وكمان هخلي اللي هو الورق الخفيف خالص دوت ده خليه من فوق خالص. ليه؟ لان مهما الحله بتاعتي غلت على البوتاجاز او زودت لها ميه ما يفكش معايا. شايفين؟ هنكمل بقى بنفس الطريقه دي كده، وبعد كده هرجع لكم تاني. دلوقتي بقى هعلق على الفراخ عشان اخد الشوربه ازق بيها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. طبعا انا علقت على الفراخ مع نفسي عشان ما اصورش ويبقى الفيديو اطول من كده اهيت. انا بس جبت لحظه ما هاخد الشوربه. هحاول اخد الدسم اللي فوق ده كله يا جماعه، لان كل ما كانت يعني فيها دسم كده وماده دهنيه كل ما بيستوي بيبقى طعمه حلو قوي. هسقي بقى حله المحشي كده، واحاول كمان لما اجي اسقيه ما اسقيهوش كله مره واحده، يعني ما ادوش شوربته او ميته كلها مره واحده. لا هديها له على مرتين كده. يعني هديله كميه كده شويه او زي ما انتم شايفين كده، واهز الحله بتاعتي وهسيبه لغايه لما يغلي ويتشرب كده، وارجع ازوده نص الميه التاني او نص الشوربه التانية. هنا يا جماعه انا كنت عملت شويه باميه معانا اهيت، بس طبعا برضو ما صورتهاش. وكمان عملت شويه شوربه لسان عصفور اهيت. يلا بقى نغرف الاكل الجميل دوت، وبألف هنا وشفا على قلبكم. تعالوا بقى نصور المحشي مع بعض كده الاول، بعد كده نكمل بقيه غرف الحاجات ديت كلها. بصوا بقى يا جماعه المحشي بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده فوق الخيال وهم. شايفين ما شاء الله؟ جميل، حاجه كده زوم الشتا بقى والدفي ولزوم التلج اللي احنا فيه دوت. شايفين طبعا عمال البخار يطلع منه هوت سخن مولع. الصابع دوت انا ما كنتش عايزه اسند تاني، كنت عايزه اكله على طول. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعه وعجبكم المحشي بتاع النهارده، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.